بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم إخواني الكرام بفضيحة جديدة، وفضيحة جدا جدا قوية، يعني فضيحة ما لها مثيل لأمور القريشية الكوافيرة. خلونا نشوف المقطع ومن ثم نعلق. خلف من الأردن. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جنابك من أبناء عائشة؟ أي نعم. يا أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جنابك من أبناء عائشة؟ أي نعم. يا أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جنابك من أبناء عائشة؟ أي نعم. يا أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أخ خلف. بس يعني حبيت أسجل صراحة يعني نقاط إعجاب حضرتك، يعني في مثلا عند الشيعة في القنوات الناقدة للتراث السني، وخصوصا السلسلة حضرتك يعني تفضلت فيها واستفدنا فيها، اللي هي أظن الحلقة اليوم سفيرة الروايات الجنسية. صدقا يعني في روايات أنا يعني كنت متدين يعني ملتزم وإمام وخطيب في الأردن 25 سنة. هذه الروايات اللي حضرتك أظهرتها للناس لأول مرة بسمعها، لأول مرة بقرأها، واستفدت منها جدا. لكن يعني أكون صريح معك شيخ، الموضوع مش موضوع يعني مذهب، أصبح موضوع مذهبية، أصبح الموضوع موضوع يتعلق عقائديا، لأن الموضوع يخص النبي نفسه. يعني لما نقول عائشة فهو يخص شخص النبي، لا نستطيع أن نفرق بين عائشة كزوجة النبي، لو هذا واضح بالأدلة من خلال الروايات أن عائشة وقعت، واضح أنها وقعت فاحشة الزنا، سواء من التراث السني أو من التراث الشيعي. فهل يجوز في النبي مفترض أنه معصوم ويوحى له؟ قبل إخواني الكرام أن ندخل في الفضيحة، المسألة الأولى، هو يقول أنه من أبناء عائشة ويخشى أن يكون من أبناء عائشة، وبعد ذلك يتهم عائشة بفاحشة الزنا. جميل جميل. الآن هو يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويدعي أنه من أبنائها. شفتوا الازدواجية شلون؟ أحد يتهم أمه بالزنا ويقول أنا من أبنائها، فيقول على حد زعمه أن الموروث السني والموروث الشيعي يشيران إلى ذلك، وهو كذاب. لا الموروث السني ولا الموروث الشيعي. لكن على كل حال نكمل. فالمتصل إخواني الكرام على نفس شاكلة أمورة اللي هو خلف يوسف. من هو هذا الإنسان المسمى بخلف يوسف؟ وإلى ماذا يدعو؟ إلى ماذا يدعو؟ قبل ذلك نتعرف على خلف يوسف، خلف أردني ولد وترعرع في عائلة بدوية متدينة، وكان بدوره ملتزما دينيا. خلال إقامته في الأردن عمل موظفا في وزارة الأوقاف، تزوج مرتين، لكنه لطالما أحس أن ميوله الجنسية مختلفة تجرأ وعبر عن هذه الميول علنا، أخبر عائلته ومحيطه أنه مثلي. فما كانت النتيجة؟ شاهدوا معنا. فكان ردة الفعل من الأهل والناس أيضا عنيفة جدا. من الأهل محاولات القتل والتخطيط للقتل، والتهديدات أيضا من الآخرين. وزملائي بالوزارة بالأوقاف وزعوا أرقام تليفوناتي على الناس، وبدأوا الناس اللي مكالمات تنهال علي بالتهديدات بالقتل وإلى آخره. وبعد هروبي، يعني بعد فترة من هروبي إلى لبنان، رفعوا علي قضايا في المحاكم، ازدراء أديان وتدنيس مقدسات وشتم وسب ونحو هذه من هيك يعني قضايا. بلبنان طلبت لجوء عن طريق الأمم المتحدة بإعادة التوطين، وفعلا يعني بعد سنة ونصف سافرت إلى كندا، والآن حاليا في كندا منذ شهرين. صفحتي بيضاء، يعني لا آذيت حدا، لا أكلت مال حدا، لا سرقت، لا نهبت، لا ارتشيت، لا شيء. وكانوا يمدحوني، يعني كانوا يمدحوني وعلاقتي جيدة مع الناس. فلما عرفوا عن موضوع الميول الجنسي، إيش اللي غير؟ لماذا هذا العداء؟ يعني هذا السؤال يعني موجه لأهلي وللناس. أنا جزء من مجتمع، أنا يعني إلي أهل، أنا ابن وأخ وشقيق، وكنت زوج، وكنت على وشك أن أكون أبو.
فشفتوا الآن من الذي يطعن في عرض الرسول الآن؟ هذا اللي مطعون في عرضه، اللي مو قادر حتى يتزوج بسبب ميوله. يعني هو ما يقدر يتعامل مع زوجته كرجل. يعني انتوا شايفين العينات اللي تتكلم في عرض الرسول؟ يسرى الرقاصة، أمورة الكوافيرة، خلوفة المخنثة. ايش نسوي؟ هذه هي النماذج التي تطعن في عرض الرسول، هذه هي، والله هذه هي. فلا يغرك ان مفتول اللحية ومفتول الشارب. شايفين حالهم كيف؟ قمة في الأنوثة وقمة في المخنثة. أجلكم الله.